السلام عليكم حباباتي عائلتي الثانية، كي راكم دايرين؟ كبار صغار الشابات الشبان، كي راكم دايرين؟ الحبابات كي راكم دايرينكم غاية؟ نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم الفيديو تاعي لاباس وبصحة مليحة. نبدا الفيديو بالصلاة والسلام الحبيب المصطفى. اليوم شارك معكم المنتوجات اللي شريتها تاع الشهر بدون جلوتين. ما صوتش لا ماكرون وما صوتش الرجينات، شريت لينات. فرينة تاع المطلوع، فرينة تاع خبز الباغيت، فرينة تاع البيتزا، الطعام، زوج باكي سفينة سباغيتي وهذا الكوكيز. ربي يبارك لنا فيما رزقنا. وندخلوا اليوم للوصفات للكوزينة مع الوصفة تاعنا. وهذه الوصفة هايلة هايلة وناجحة ناجحة، والطريقة والتدبيرة هي أساس هذا الفيديو. شوفوا، أنا في ريسيبيون درت كاس حليب دافئ وحبة بيض، نزيد عليهم مغرف سكر ومغرف خميرة تاع الخبز، نخلطهم تخليطة خفيفة ونخليهم يتفاعلوا ويختمروا. شوفوا، هذا الوصفة ولا هذا التدبيرة تساعد سيرتو من يكونوا الوليدات يقراو، ولا كي نقولوا ما تسيبيش باه يتقهووا الصباح، تنوضي الصباح تخدميها بالخف 5 خليته بجيه. وغادي نستعمل فرينة المطلوع. هاد الفرينة لينات اروع ما كان في الفرينات كاع. شايه من ما ديرش اون فراك اللي شويه تجينا غاليه. ديت كاس منها وبديت ندخل في الخليط الفرينه ونخلط بالفوي. شوفوا، خلطوا ما تقولوش ما نخلط ما فيهاش العلك وما فيهاش وما فيهاش كي نقولوا حنا ما فيهاش الجلوتين. لا، خلطي. نزيد هنايا نص مغرف اليفيغ شيميك او خميره الحلوى، وندخلها مليح ونزيد ما تبقى من الفرينه ونبدا نخلط فيها كيما هكا. هذا التخليط غادي يعطيك نتيجه مليحه وتجيك المخبوزه تاعك ناجحه 100%. وتدخلي فيها الهواء وتفعلي كل المحسنات اللي راهم في ديك الفرينه، خاطر فيها محسنات كثيره، فيها الالياف، فيها السمغ، فيها. ونخلوها كيما هكا بتجي تخمر. انايا ما عنديش اليوم الحسل، غادي نطيب الحسل بطريقتي. وشوفوا هذه الطريقه واعتمدوها في المطبخ واعتمدوها مع وليداتكم ومع نفوسكم ومع العائله كامله، كعائلتكم الكريمه. شوفوا، درت نص كاس سكر وبديت نكرمل فيه كما راكم تشوفوا فيه، كرميله خفيفه 30% ولا 40%. كيما راكم تشوفوا في لي بوردور يبدا يتكرمل، نبدا نهز في الطاوه تاعي بما ينحرقش معايا السكر ونعسه، ما نوخرش عليه، وساعه ساعه نحركه كيما هكا ونخليه يتكرمل. كي نوصل للنتيجه اللي بغيتها ولا القيمه تاع التكرمل اللي أنا بغيتها، نزيد نص كاس ماء، ونص ما تبقى نزيده عصير برتقال. صدقوني يا خياتي وحباباتي، اروع حسل والذ حسل تنجموا تصنعوه في هذا المواسم تاع الحمضيات. خليتها يطيب بجيه وروحت للمقله تاعي، حميتها ودهنتها بشويه زيت وبديت نطيب في البغرير تاعي. ولا صبتوا العجينه تاعكم، عارفوا لينات ما تشرب العجينه تاعها، تشرب الفرينه تشرب، صبتوها شربت وشدت، زيدوها شويه حليب ولا شويه ماء وعاودوا خلطوها، ما فيها والو. بديت نمشي في البغرير كما راكم تشوفوا ولا في العجين كما راكم تشوفوا فيه، وزدته شويه زبيب. من افضل تاكلوا من هذا الفواكه الجافه، على خاطر فيهم قيمه غذائيه كبيره ويعطيكم قوه للجسم تاعكم. شوفوا البغرير تاعي بدا يتقب كي الشهده وجا شوفوا يجي خفيف ويجي ما شاء الله. وطيبت الحبه الثانيه والحسل تاعي طاب، وكما هكا ضمنت باش نتقهووا السيلياكيا الصباح. نولي للعجينه تاعي اللي بقات لي. شوفوا راهي جاريه ومطلوقه، هذه ما تصنعليش الخبز. غادي نزيد فيها شويه ملح، وما تنسوش قبيله ما قلت لكمش الملح من بديت ندير في الوصفه نسيت ما قلت لكمش الملح. ديروا الملح قد على حسب الذوق. زدت شويه ملح ونزيد 2 مغارف زيت. شوفوا هنا الزيت على حسب الكميه تاع العجين، انا ما عنديش عجين بزاف، انا هنايا درت 2 مغارف. انت لا عندك العجين بزاف ودرتي على حسب العائله تاعك، ديري الزيت على حساب العجين. صاي، وتبدي تدخلي فيه هذاك اللي زدتيهم الزيت والملح، خلطيهم مليح، ومن بعد تبدي تضيفي في الفرينه غير بشويه. شوفوا هالفرينه تاع لا ماكرون تشرب، حرزي ديري كميه كبيره ومن بعد سيبيها ناشفت لك. ولا الخبز لا كانت العجينه ناشفه بزاف يجي يابس، ما ليقش يكون ناشف. نبدأ بشويه نحركو في الديبي غير بشويه بشويه كيما هكا بناتي وخياتي وحباباتي. ومين تدخل كاع الفرينه اعطيها تخليطه شابه بالجهد بقوه،
هكا كي شغل راكي تدلكي فيها كيما راكم تشوفوها اللي كاني نوري لكم كيما هاك. خلطيها وحلي هذوك الكريات او ميم طون، ما تدخلي ليدك ما والو، كيما هكا وانتيا خدمتيها وتنخدم لك وتجي ما شاء الله. نزيد، جاتني خفيفه، نزيد شويه فرينه، ما خصنيش بزاف، غادي نزيد غير قسم نص مغرف ولا، ونزيد ندخلها بشويه حتى نتحصل على القوام اللي راني باغيته. هاد الطريقه ناجحه، وهذا التدبيره تاع تنوضي ديري الخبز تاعك كاع النهار وديري باه يتقهوى وكلش ساهله وتهنيك من التخمام وتقعد شا نوكل وشا ما نوكلش. كيما هكا ديري له زوج خبيزات ولا ديري له قيس العائله تاعك وانتي تهنيتي. شوفوا القوام اللي حوصلت له، هذا هو القوام اللي راني مسحقيته، وني خليتها جاريه شويه على خاطر راني عارفه بلي غادي تشرب. نبلعها وندخلها في الفريجيدير. هذا الخبز تاع كاع النهار شا تاكل فطور وعشاء، غادي ندخله في الفريجيدير ونخليه يخمر في عقله. نولي دروك للبغري اللي درته، شوفوا كي جا بغرير ما شاء الله. شوف جا روعه، جا مثقب، جا شهده، ما عندي ما نقول فيه. يطبق، شوف خفيف ريشه، روعه روعه. هذا غادي نزيد نص مغرف لابيل، نذوبها مع هذاك الحسل ونعسل بها البغرير. هنايا شوفوا مين تعسلوا البغرير شربوه، فرغوه زيدوه فرغوه رووه، من ترووه عاد بتحبسوا كيما راكم تشوفوا انا اللي مروي فيه. وهو كي القطن يشرب ويجي مروي ويجي شباب ويشبع ويشد كاع النهار على القلب، زعما كاع لا قرات ولا راحت ولا تكون شبعانه، ما تحسلكش بالجوع ما يحسوش بالفشله. انا هذه هي طريقتي، انا نوري لكم شنو نعرف وش تعلمت، ونتمنى هذه الطريقه تاعي تصيبوا فيها الفائده اللي كيما انا صايبتها. ونزيد نوري لكم هنايا، شوفي بنتي شاي تخدم وشوفوا واش تعلمت مع الوجع ومع لي دولور ومع الريجيم. وشوفوا اللي يكون عندكم هدف في الحياه، هدف اللي يوصلكم بعيد، وصلكم بعيد وينسيكم في المرض، وتكون عندكم كيما نقولوا حنايا دنيا تعيشوها. على هذه دوروا الامل في الدنيا وتعلموا وقروا وزيدوا زيدوا قروا وزيدوا تعلموا باه تنجحوا في الدنيا وتنسوا الامكم وتنسوا وجعكم. ودخلوا شوفوا لاباج تاعها في الانستغرام وشاركوها وشجعوها، وهذه اختكم وبنتكم ورانا معاكم في شحال. دو منها الطاقه وتدي منكم الطاقه. نولوا الخبز ونولوا وصفتنا. شوفوا الخبز من بعد ما خرجته من الفريجيدير قيس 12، شوفوا خمر، زدته شويه حبه الحلاوه، نخلط هذيك حبه الحلاوه ندخلها، راني دايره المقله تاعي تحمى. وشوفوا القوام اللي وصلت له، هذا هو القوام تاع الخبز بالوصفه تاعي ولا باي وصفه اخرى. الخبز بدون جلوتين لازم يكون طري، يكون طالق روحه شويه. جبت السميد الغليظ بدون جلوتين تاع الذره، راكم تشوفوا درته في المقله وهي حاميه. الزيت في يدك كالعاده والعوايد بدون جلوتين، دائما نستعملوا الزيت. نرفد قيس ماني باغيه بنتي تفطر، قيس ما تاكل وقيس ما تشبع، ما يبقاش عليها الخبز حتى يبرد وينقاس وما تاكلاش وما يجيهاش قليل. قيس ما تاكل. ندير لها خبيزه كيما هكا صغيره، نمشيها مليح في الطاجين ولا في المقله ولا وين راني نطيب، ونزيد فوقها شويه سميد الذره ونزيد نمشيها. واللي تبغي الخبز طالع ومفخفخ وفيه الباب تخليها غليظه، واللي يبغوا الخبز رقيق ما يمشوها عادي، كل واحد يدير واش يحب. ونزيد نمشيها شويه، النار فوق المتوسطه، نغطيها ببلع ونخليها تطيب كيما المطلوع تاعنا. تجي كي تغطيها تقعد لك طريه ما تنشفلكش، بصح كي تخليها عريانه كي شوف هذاك البخار ينشفها لك، البخار يولي لها تزيد تجيك طريه اكثر. شوفوا كي خمرت وكي ولات، وعاود بلعت عليها ونقصت لها الغاز وراني نطيب فيها. هذه كل الخبز تاعي كي داير، شوفوا طابت. ونزيد نقول لكم حاجه، الفرينه لينات ما فيهاش السكر، كي تخدموا فرينه لينات هذه معلومه ديروا فيها السكر تحمر لكم. وشوفوا كي حمارت وكي ولت ما شاء الله. هذه هي خبيزتنا تاع المطلوع، شابه زينه طريه حميمره، ما كان بابي دو كويسون، ما كاين ديري من ما كاين خلي من،
طريقة تاع بكري تاع جداواتنا وتاع أهالينا ومواتنا اللي كانوا يطيبوا بها المطروح، من البصينة ولا من القصعة للطاجين. هذه هي الطريقة مع فتيتة زيت، وانتي طيبتي لبنتك ولا لوليداتك ولا لنفسك ولا لخياتك في كل وقت ياكلوا المطلوع حامي. ما تطيبيش بكميات كبيرة وتخليه ويجيهم ناشف ويتفتت لهم. شوفوا كي يجي رائع رائع رائع. ويتعمر راه ديري سندويشات ما يتفتت ما يتقطع ما يتقطع ما والو، يقعد كيما راه. هذه ديها من عندي، واعتمدوا هذا الوصفة واعتمدوا هذه الطريقة، غادي تفرحوا بها وتفرحوا بها وليداتكم. شوفوا النتيجة كي دايرة رائعة. ديروها بصحاحكم وشهيتكم في الجنة. واخر كلام، سلام. نلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي بألف صحة وبألف خير.